مالك انتوا اتفاجئتوا ليه؟ يعني كنت فاكراه قولون يعني ولا ايه؟ ما اخواتي حبايبي ازيكم؟ ايش هذا؟ والله ماني مصدق. ما شاء الله، مش عايزين بس عيون ومش عايزين حسد، لا نرجع نريح تاني بال10 ايام. الحمد لله في حماس. هو بس اليوتيوب بيعاقبني الفتره دي عشان انا كان بقالي كتير قوي غايب، فموقع لي الريتش شويه عندي، بس معلش مش مشكله، هنرجع تاني ونشد وان شاء الله القناه هترجع تطلع تاني زي ما كانت طالعه زي الاول. استاذنك بقى عشان تساعدني ان احنا نعمل ده، فاول حاجه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام وانزل دلوقتي حط لايك. انا عايز انفجار لايكات، اللايكات هي اللي بتطلع القناه. وما تنساش تكتب لي الكومنت بتاعك تحت، وافتكر ان انا بتحداك لو كتبت لي كومنت تحت وانا ما ردتش عليه. معانا كده كام فيديو النهارده عايزين نتكلم فيه، وناس ثابت وناس رجعت وناس انفصلت وناس خدت على دماغها. احنا بنتكلم كتير ليه؟ ما نخش في الفيديوهات على طول. الكفته لو ما كنتش تغمسيها في الطحينه كده هتبقى سنتك زي الطين. تمسكي الواحده كده وتغمسيها في قلب الطحينه بالكزبره. يا نعمة ام ابراهيم، ده اللي انت بتاكليه ده كفته؟ دي كفته قوم عاد دي ولا ده ايه ده؟ يا لهوي بصوا، شوزي ولوزي. ما هو احنا مش هنخلص من فيديوهات القرف يا جماعة، والله ما هي مش هتبطل، والله لو اتحبست 100,000 مرة. ده أكل عيشها، ده اللي بيخليها هي تنتشر والناس تتكلم عليها. هتبطل قرف؟ مين اللي قال بس يا جماعة ان الحيوانات ما بتفهمش؟ بالعكس الحيوانات ذكية. يا ابن الوسخة. اوعى تعمل خير تاني، اوعى تعمل خير تاني. ده تاني واحد اشوفه يتعض من كلب بسبب ان هو راح ايه. يا جدعان الكلاب مش عايزه المعامله دي، الكلاب محتاجه انك انت اكله الاول، اكسر عينه زي ما بيقولوا، يعني طبطب عليه وهات له اكل، وبعد كده يبقى حبيبك. وصح عن تجربه والله، بينزلوا يوصلوني دلوقتي لحد السوبر ماركت او الصيدليه ويرجعوا. ليه؟ عشان باكلهم. انما لو ما اكلتهمش واجي احسس عليه ويعرف اهلك منين لما ابوك يتكهرب ويستناك تضحك. لا ابوك قاعد معاك عادي، ما عندوش مشكله، هو فاضي كده كده. والابهات دايما بيبقوا ايه، خلاص ما عندهمش فاضيين. جدع يضحك بقى، هو مستنيها لك. لا بس ابوك رايق قوي، ميسي وبتاع، مع الراجل ما شاء الله عامل كيرلي وحاجات حلوه كده. ده غالبا ده يوم جمعة، واليوم ده اللي الأب بيصلح فيه كل حاجة في البيت. كمان سلطة. كل يوم بتفطريني سلطة، كل يوم بتفطريني سلطة. لك صرت اشتهي أنا شهوة أكل مجدرة، لك أفطر مجدرة. ليك وليه؟ معاكي هلأ 5 دقايق. أيوة كده، برافو عليك، وريها 5 دقايق معاها. إن ما عملتلكش اللي أنت بتحبه قدامها السكينة اهي، اتعامل وتصرف على طول. يا بت علاء علاء. علاء قطع شبكة علاء. خلاص. نعم حبيبي. ما تناديش. لا لا أبدا. شو عم تعملي؟ سلطة. الله يعطيك العافية. هو الصوت ده جه منين لو سمحت؟ كان في واحد من شويه كان بيهدد وصوتهم لا جامد قوي. علاء راح لحد الريسبشن، ساب زوره هناك ورجع. كل سلطه علاء، كل سلطه يا حبيبي، وكل عيش وعيش، يعني ما تشغلش دماغك. اتفضلي يا فندم البيتزا. لا انا مش هقدر اكل الاكل ده كله لوحدي. معلش بقى يا فندم. لا مش هينفع لك تاكل معايا. والله مش هقدر، والله ورايا شغل، بس مش هينفع اكسفك. يلا تعالى بسرعه احسن جعانه قوي. ايه ده؟ يعني انا جايب بعت اجيب اكل ودليفري واقول له لا والله مش هقدر اكل كل الاكل ده؟ ايه الكرم اللي انا فيه ده؟ بس مش بالطريقه دي يعني. وبعدين هو المفروض الفيديو ده يعني ايه؟ احنا نعلم الناس ايه؟ ودي بنت. طب بتعمل ايه يا حيوان انت؟ مش قلت لي تعاكل معايا؟ هش هي سايكو، اعتبرها سايكو مجنونه بنت. انت مش شايفني انا بتكلم اصلا؟ اطلع بره. تاكلي معايا ايه؟ هنا اصلا كمان بتاع الدليفري وقرف.
هو مش كانوا قالوا ايران هتضرب نووي؟ ما عايزين نخلص بقى عشان نخلص نفسنا من اللي بنشوفه ده. سمعنا بقى خير اللهم اجعله خير ان ميدو وسماسيمو اتطلقوا تاني وسابوا بعض. ليه يا جدعان؟ طب ما ده المتوقع يعني. ليه يا جدعان؟ الناس بتسأل ليه اتطلقوا؟ ما لازم يتطلقوا. واحد واخدك استعباد رايح جاي، عاملك ما شاء الله كده ممسحة ارض، يمسح بيك شوية وياخدك يغسلك شوية، يمسح بيك شوية ويغسلك شوية. يعني المتوقع ايه ان شاء الله؟ ان هو يعيش لك بقى طول العمر وهو ده اللي انا كنت بتمناه، ونقعد بقى نعيش في حب. مش اللي فيه ده ما بيغيروش. نزلت الصورة دي سماسيمو بسم الله ما شاء الله قطعت شرايين ايديها. طيب يا بنتي يعني انت كده جبتي ليفل الوحش. وقامت منزله الصوره دي كمان. الصوره مكتوب عليها ان حضره المريضه تعاني من جرح قطع عميق تهتك مش عارف باليد اليمنى، وتحتاج الى مش عارف ايه استك في توصيل الاعصاب الشرايين، مش عارف ايه استك في توصيل الاعصاب بالاصبع. والمهم يعني خلاصه اللي انا شايفينه ده دلوقتي ان الاستاذه سماسيمو حاولت تنتحر علشان خاطر هي العبيطه رجعت بورده. هو عارف هيخونك وهيبهدلك وهيطلع عينك وهيبقى حسن جوز الموناليزا وهيبقى اوسخ من جوز الموناليزا معاكي وهيعملك انت بقى الموناليزا في حد ذاتها، ها؟ وفي الاخر عارف انه هيصالحك بورده. عاملين ايه؟ وحشتوني. شكرا لكل اللي طمن عليا وسأل عني. ان شاء الله انا هكون قوية وبجد يعني بفضل ربنا ثم ليكوا انا هقف على رجلي. وكمان غير كده صحابي جنبي ربنا يخليهم لي. هو مش انت طلعت المرة اللي فاتت للناس لما الناس وقفت جنبك ودعمتك وقالت لك يا بنتي ده نرجسي، ده ما بيحبكيش، ده بعيد عنه، قلت لهم تمام وانا معاكم. وبعدها لما رجعت له بوردايه رحت قعدت تقولي للناس وتشتمي فيهم وتقولي لهم ما حدش ليه دعوه بيا، خليكوا في حالكم، انا كبيره بما فيه الكفايه، انا عارفه انا بعمل ايه. دلوقتي انت قويه بيهم. تعالوا بقى هنا. يعني حاجات كتيرة قوي هنا بالدور يا جماعة. يديني مش معاك كده. الكنافة اللي ماما جايباها احنا اصحابها. لما لا انا عندي افيه ابن حرام ده. لما واحدة من المنوفية تجيب عندي افيه ابن حرام لما واحده من المنوفيه تجيب. لا بقول لك ايه، ارجع لميدو احسن. انا مع ضرب ميدو لسماسيمو. اكمل بقية الحاجة اللي عايزة. يلا نرجع بقى. هاتي كنافة بعد اذنك. الكنافة فانا بتكحي في الكنافة ليه؟ انا ما خلصتش. انا دلوقتي اللي ما يعرفش حالتي صحابي كلهم عارفينها، فواحده غيري عايزاها بقى تقول الحاله بقى. قولوا يا جماعه انا عندي ايه. زي الفل. عندنا دراعي على دراعي لا زي الفل على دراعي. يا جماعه عندها قطع في الاوتار وفي الشرايين وفي كل حاجه. والاربع اصابع مش موجوده. انا اصابعي مش حاسه. انا بس عايش. انتوا هم بيضحكوا عشان ما يحسن عشان انا ما اعيطش. تمام. ودي احسن حاجه. دي يعني العلاج بالصدمه. علاج معايره. يعني ما ده اصلا عمالين يعملوا ايه. تمام. الاثنين شغاله. اعملي كده. يعني ايه بقى؟ بدي لمين؟ احنا مستنيين الفيديو بقى بتاع حبيب رجالي وجاب لي الهنا كله. مستنيين الفيديو ده ان شاء الله يا سماسيمو باذن الله. ومفيش مشكله، ربنا معاكي، وان شاء الله نتمنى لك بهدله اكتر واكتر في المستقبل، لانك انت عبيطه وما بتستوعبيش وما بتتعلميش. أول حب يعدي علينا صعب في يوم ننساه. لا لحظة بس، هي اللي بتغني؟ يا جماعة بس ثواني عشان أنا وأنا بقلب كده فأنا لقيت الفيديو ده. هي اللي بتغني؟ ده صوتها؟ بيفضل
للي حبوا ما بينسوش، ليه اللي حبوا ما بينسوش. يا جماعة هي هبلة وعبيطة وبتاخد على دماغها 100,000 مرة ويعني كلنا صراحة ربنا مش عاجبنا الموضوع ده ان هي هبلة وعبيطة، بس صوتها حلو، البنت صوتها حلو جدا جدا، يخرب بيت صوتك. انا ما بجاملش يعني، يا ريت انا كان صوتك وحش كنت قطعت وبهدلت فيكي دلوقتي، لكن صوتك حلو بجد، صوتك حلو. معرفش انت ايه ده، الموهبة دي حرام والله مدفونة ليه كده. المهم هي في وسط الجرح والمعمعة الجروح والتخييط الجرح ده، فالاستاذ ميدو بقى على صفحته منزل ايه؟ تعالوا نشوف النرجسي لما يكون بيحب يعيش الدور الضحية شوية. هو بيحلق بايس كريم ولا ايه؟ انت ايه يا عم ده؟ في ايه؟ هو مال السمون ابيض ليه كده؟ فوق يا ميدو، انت املس، انت ما عندكش دقن، انت بتحلق ايه يا عم؟ انت ايه؟ انت بتحلق ايه؟ شفتوا يا جماعه النرجسيه؟ شفتوا بقى تصدير النرجسيه بقى للناس، السيجاره في بقه وبيحلق، قال يعني الواد مش فارق معاه ولا في دماغه، وبعدين انت كمان اللي جرحاني، بس انا ولا فارق معايا اساسا، انا راجل جاي كريم شانتيه وبحلق دقني وما عنديش اي مشكله خالص، عادي جدا، عايش حياتي زي برنس، سيجاره في بقي. بمسك اللبايه كده، كل اللي بعمله ان انا بدخلها كده وبضغط كده لحد ما بتتفتح كده، وبفتحها وبطلع منها اللبايه بكل سهوله كده. انا بضغط كده وبعدين بقشر كده وهطلع اللبايه بكل سهوله. بقشر اللب الابيض كويس. بغض النظر عن الشلل اللي في الفيديو، عشان انا يكون عندي فضل درجه ان انا اجيب قشاره لب ابيض، لكن الحمد لله قلبي اطمن، لان انا كنت بشوف لب مقشر بيتباع، طول عمري بقعد اسال نفسي هو اللب المقشر ده بيتباع ازاي؟ يعني مين اللي بيقشره؟ ما هو في طريقه واحده بس بنقشر فيها اللب، اللي هي بس. فانا طول عمري بتخيل ان اللب واحد ماسك اللبايه وبيجمع لب وبيبيع بالكيلو بقى، فلب متفتف. انا ما اعرفش ان في لب مقشر صراحه ربنا. بدنا فلوس، بدنا حساب في البنك، عربيه برموت، وننزل نعمل شوبينج من غير ما لا، هو احنا بدنا نروق ونفوق ونقول ان الحاجه مش بتاعتنا، ما ناخدش الحاجه كوبي بيست كده من غير ما ننزل ان هي مش بتاعتنا، عشان الناس تفتكر ان هي بتاعتنا والناس تتفاعل وبتاع وما اعرفش ايه على قفا ناس تانيين. ما عنديش مشكله خالص انك تاخدي الفيديو كوبي بيست وتنزليه عندك، حتى الكلام اللي في اخر الاغنيه قلتيه هو ما غيرتيش فيه، بس عندي مشكله في انك ما عملتيش منشن. ما هو انا معلش، انا ما تعبتش والفت وعشان اعمل لنفسي ترند واطلع فايرل، وانتي تيجي كده تاخدي الفايرل على الجاهز. معلش بس ثواني حضرتك، تعبت والفت ايه؟ دي اغنيه الاستاذ العظيم هيفاء وهبي. انت تعبت والفت ايه؟ بدنا نروق، بدنا نهدى شوي، انت بقى خليتيها بدنا فلوس، يعني خلاص انت كده تعبتي والفتي. انا رايي انتوا الاتنين حراميه ونصابين. تعرفوا في هرجه بيننا احنا البنات، اذا جمعنا في جمعه واحده وواحده بس مدحت سيارتها، يجي البقيه تقول لها بس انا سيارتي فيها تندة، تيجي الثانيه تقول لها لا انا سيارتي فيها حساسات تحس فيها. والمضحك في الموضوع انهم كلهم ام جي بس الوان مختلفه. طيب بس للمره العشرومية وشوية، عشان انا قبل كده عرضت فيديو او 2 قبل كده للستاند اب كوميدي، والمفروض من نفس النوعية. الافيه في انهي حتة في القاعة اللي انت قاعدة فيها؟ يعني الناس دي ضحكت ليه؟ انت بتقولي ناس بيتخانقوا على السيارات بتاعتهم، ودي بتقول سيارتي فيها مش عارف تندة، وسيارتي فيها سبويلر، وسيارتي فيها حساسات تحس فيا، والمشكلة ان كلهم ام جي والناس من ورا. طب ليه يعني على ايه بقى؟ على التندة ولا على الحساسات ولا على كلهم ام جي؟ لا دي بتضحك، دي ام جي صحيح. مالك انتوا اتفاجئتوا ليه؟ يعني كنت فاكراه قولون يعني ولا ايه؟ ما يعني اختبار حمل يعني، ما باين على بطنك اكيد. ايه اللي اتفاجئت بيه في الفيديو؟ انا مش قادر انتفاخ اكيد، مش واكله كرومب وطالعه بتشوفي يعني، ده حمل والله باين جدا.
وبس وصلنا لاخر الفيديو. وصلتوا معايا لحد هنا، خلينا اقول لكم ان انا بحبكم جدا، ولسه ما حطيتش لايك حط لايك، لو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.